اهلا وسهلا بيكم في قناه سمسمه في المطبخ. معاكم اسماء سمسمه. متنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد، ومتنسوش اللايك الجميل للفيديو. هستنى تعليقاتكم. انا بعمل الفيديوهات دي بناء على طلبتوا مني ازاي نجفف الغساله. نزلت لو انا عندي هدوم وعايزه اجففها بس في الغساله ازاي اعمل كده في الغساله، نزلت لكم الفيديو وهسيب لكم برضو اللينكات دي في صندوق الوصف. ازاي نشغل بس لو احنا هننشف بس تمام، لو احنا هنشطف بس، لو احنا هنغسل بس، لو احنا عايزين نحول الغسالة ونخليها بس تبقى نحط فيها المية يدوي ما نملهاش من هنا. برضو عملت كل حاجة معاكم. الفيديو بتاع النهاردة بتاع الاعطال، انا اتكلمت قبل كده في فيديو تاني لوحده عن الاعطال اللي بتطلع وازاي نحلها وكل عطل بيقول ايه بالظبط. بس في ناس طلبت مني اكتر من مرة في الكومنت اللي انا لو بيطلع لي على الغسالة بتاعتي رسالة يعني هي خلاص خلصت غسل وشطفت والدنيا تمام وجت عند الشطف او عند التجفيف وجايبالي رمز E2 او E2، ده معناه ايه واحنا مش عارفين معناه. قلت لكم اللي ده معناه ان الباب بتاعها الباب ده ما بيبقاش مقفول كويس. قلتولي لا، طب احنا متأكدين ان الباب اهو مقفول يا سمسامة، ومتأكدين ان الباب مقفول جامد اهو مفهوش مشكلة خالص. طيب نعمل ايه؟ هو معنى كده اللي فيه مشكلة كده معناه اللي احنا موصلين للغسالة اللي هي دلوقتي الباب مش مقفول كويس، مع ان انا متأكدة ان انا قافلاه اهو، وبرضو الرمز ما بيروحش، الباب مقفول اهو متأكدة 100% اللي هو مقفول كويس وبرضو الرمز ما راحش وبرضو الغسالة كده عطلانة. طب هعمل ايه؟ هكلم الفني ولا اتصرف ازاي مثلا وانا هدومي جوه ومحتاجاها ضروري ومش هقدر اللي انا اغسلها طبعا بره، خلاص اشطفها واعصرها على ايديا، الموضوع هيبقى متعب. في نفس الوقت الهدوم مش هتبقى اتجففت، وبتوع الصيانة طبعا دلوقتي بياخدوا ارقام محترمة. فممكن الحل يكون بسيط واحنا نقدر نعمله، احنا كبنات او كستات نعرف نتصرف او نحله بشكل نهائي لو الموضوع بسيط. المفصلة ذات نفسها دي او ال اسمها ايه اللي هي السوستة مش قايلة او مش بايظة اللي هي خلاص تتغير، لا هي قادرة تاني تشتغل بس معلقة شوية. انا بتكلم كل ده في الغسالة اللي هي توشيبا سواء ال11 كيلو او ال13 كيلو. النظام ده معاها انا اول حاجة بعمل ايه؟ باجي هنا بفك اللي هي الحاجات دي. طبعا انا ببقى قافله المحبس العمومي بتاع الميه عشان هنا ساعات بيطلع ميه، تمام. ببقى قافله هنا المحبس عشان خاطر ده لو طلع ميه او الخرطوم ده لو طلع ميه. وبفك ده كمان. بلاقي هنا عندي اهو مسمار هنا انا فكاه طبعا قبل التصوير عشان خاطر اوريكم واسهل عليكم الموضوع عشان الفيديو ما يطولش. بفك المسمارين هنا هما بيبقوا مفكات صليبة زي او ممكن بالعادة اللي هو زي ده يعني. المسمار المسمار بيبقى اللي هو زي ده اللي هو بيبقى صليبة. ممكن تفكيه بالمفك ده اللي هو عندك اهو اللي هو العادة، او المفك اللي هو زيه، الاتنين هيفكوا. بفك المسمارين وببدأ اللي انا اشيلهم اهو، وببدأ اللي انا ارفع الجزئية دي اهو كده معايا بالمنظر ده. انا كده اهو رفعت الجزء ده، بيظهر لي الجزء ده من الغسالة. انا ما بلعبش في اي حاجة خالص، انا كل اللي ببص عليه الجزء ده. بصوا بالمفك الجزء ده، بصوا هنا معايا كاميرا اهي موضحة، في هنا زرار اهو، الزرار الابيض ده شايفينه؟ المفصلة دي بالسوستة دي بتبقى معلقة اهي. المفصلة دي ثانية كده اهو بتبقى معلقة، فانا كل اللي انا بعمله الفوكس بس يظبط اهو. انا كل اللي بعمله اللي انا بضغط عليها بس كده بايديا بالمنظر ده اهو، تمام. وبتأكد ان دي المفصلة تمام ومفيش حاجة اهي فيها مكسورة، والجزئية اللي هي دي بتاعت السوستة تمام. يبقى هي كل المشكلة هنا، لان ده لو مرفوع بالشكل ده انا كده مدي
ده بيدي جهاز احساس للغسالة اللي هي كده معايا مش شغالة، اللي الباب مفتوح. لان انا بصوا هوريكم دلوقتي لو انا بالفعل فاتحة الباب، بصوا المنظر اهو، انا كده اهو فاتحة الباب، بصوا الزرار اهو بيترفع. طب انا قافلة الباب، الزرار ده المفروض كده ينزل لتحت، ده معناه ان انا قافلة الباب. طب هو لسه فيه تكة، انا بتك كده عليه فيسمع عندي اللي هي اتقفلت. برجع هنا اهو، الغسالة بتاعتي بعد ما كانت جايبة E2 تمام، انا عاملاها على دقيقة واحدة على فكرة عشان خاطر بس اوريكم الفيديو على الطبيعة. تمام، الغسالة اهي بدأت اللي هي تشتغل، المروحة اهي بتجفف عادي مفيش مشكلة. يبقى انا كل مشكلتي فين؟ الحل خلص اهو في ساعتها. انا كل مشكلتي في المفصلة دي اللي هو الزرار المسؤول ده عن التحكم اللي انا بتك عليه كده بس. برجع تاني اقفل كل حاجة ولا اكن اي حاجة حصلت. برجع تاني، غسالة اهي شغالة معايا، كانت جايبة دقيقتين وشغالة اهي معايا، انا ما فصلتش الفيديو نهائي، الغسالة اهي شغالة جوه. تمام، طب انا اهو لو رفعت فجأة اهو، سامعين الصوت؟ هيدي انذار تاني اللي انا E2 اللي هو الباب مفتوح، لان انا بالفعل اهو فاتحه الباب. طب انا قفلت اهو، انا قفلت الباب وانا خلاص ما اتكتش تاني، انا اتكيت اول مره معاكم. الغساله رجعت تاني اهي تشتغل، ما فيهاش ادنى مشكله. تمام، يبقى احنا زي ما قلنا مش هنلعب في اي حاجه في الاسلاك دي خالص، ولا لينا دعوه باي حاجه. انا كل اللي هعمله هتك على المفصله دي بحيث ان الزرار يبقى مسمع، واتاكد ان السوسته دي مش مقطوعه او فيها مشكله او مفكوكه من مكانها، وهرجع تاني كل حاجه زي ما انا ما كنت عامله. هرجع اهو الغطا تاني اللي هو ده بتاعي اللي انا فكيته بتاع الغساله، هرجع تاني اركبه اهو هنا بالمنظر ده اهو، والغساله اهي شغاله ما فصلتش، ما فيش ادنى مشكله خالص عندي في اي حاجه. هبدا ان انا ارجع تاني اهو الحاجه دي واركبها، اللي هي اللي بتوصل الميه ده بتاع الميه السخنه اهو. برجع اهو اربطه تاني. كل ده انا ما فصلتش الفيديو معاكم شغال اهو، والغساله شغاله ما فصلتش ولا اي حاجه حصلت من ساعه ما عملنا التكه دي. انا كنت عارفاها فكنت بعملها اوتوماتيك، بس في ناس كتير علقولي اللي هم عايزين يعرفوا ازاي بتتعمل عملي، فبناء عليه انا عملتها لكم اهو عملي اهو. بصوا جابت زيرو اهي، صفرت اللي هي خلاص خلصت الدوره بتاعتها اللي انا كنت محددها لها اهو. بصوا اهو زيرو، خلصت دورتها كامله متكامله، مفيش ادنى مشكله فيها. الحاجه اهو اتركبت هنا مفيش ادنى مشكله. بتاكد بس كويس اوي اللي انا مقرطه على دول عشان ما تسربش مني ميه اما تيجي تملى الغساله. وبرجع تاني المسامير بتاعتي تاني، وبقفل عادي الجهاز من ورا بحيث اللي ما يبقاش فيه مشكله. اللي هو المسمار ده اهو بيتركب هنا في مكانه، بربطه بقى برضه تاني بمفك صليبه او عاده اللي انا فكيت بيه، وبكده يكون الحل بتاع عطل E2 او E2 الدنيا تمام. الغساله معايا اشتغلت ما فيهاش ادنى مشكله، ما خدش 5 دقايق. هتوفري تمن بتاع الصيانه اللي هيجي، هتوفري حد غريب يخش بيتك، هتوفري اللي انت لو فعلا مزنوقه في الهدوم دي وفي الغسله دي دلوقتي، وكلنا بنتزنق في هدوم وحصلت المشكله دي، تعرفي ان انت تتصرفي. حتى لو انت بعد كده عايزه تجيبي بتاع الصيانه دي حاجه ترجع لك. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوناش في اللايك والشير، وهستناكم في فيديوهات تانية كتير تعجبكم. كان معكم اسماء سمسام من قناه سمسام في المطبخ. مع السلامه.